أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم وصورة مصرية مشرفة من داخل الإسكندرية، وصورة يستحق أن نقول لها مصر. مصر ولادة بأبنائها، مصر ولادة بالطيبين المكافحين أبناء الوطن الشرفاء. معانا شخصية مصرية مؤثرة داخل الإسكندرية، ألا وهو اللواء الدكتور عفيفي كامل، مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس كليات الحقوق والمحامي بالنقد وعضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للجميع ومركز شباب الصفا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عفيفي. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا ببرنامج صوره مصريه. انا فوجئت بالبرنامج يعني النهارده يعني في الجمعيه، ما كنتش متوقع ان في مثلا برنامج جاي ولا حد جاي، يعني انا جاي صدفه يعني. احنا دايما بوجود حضرتك يعني دايما احنا بنعمل عشان خاطر ما يبقاش في استعداد ولا في اي حاجه، بنيجي كده على ارض الواقع مفاجاه. اهلا بيكم. الله يكرمك يا فندم. فندم احنا جايين على السمعه بتاعتكم الطيبه وجايين على الخدمات والحاجات اللي بتعملها الجمعيه. حضرتك بقى عايزين نعرف من حضرتك جمعيه مصر للجميع، اهداف الجمعيه ايه؟ الساده المشاهدين عايزين يعرفوا برضو اهداف جمعيه مصر للجميع. وانا الحقيقه انا اخترت المسمى ده عشان خاطر يخدم الجميع فعلا، وهو مش قاصر فعلا على دائره الرمل، لا هو اي حد بيقدم لنا طلب خدمه سواء في النواحي التعليميه، او يمكن بهتم بالتعليم شويه، والنواحي الصحيه بالذات اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي، النواحي الثقافيه، يعني انا بقبل عليها بجد وبحاول ان انا اعمل فيها حاجه يعني. مش كده بس، احنا عندنا انشطه كتير جدا. حضرتك هنتكلم برضو على الانشطه اللي بتقوم بها الجمعيه. احنا شفنا احنا من خلال تواجدنا هنا جت كام حاله بالصدفه، احنا جايين جم كام حاله هنا، وفي حضرتك كنتش لسه شرفت وحضرت، فكلمنا بقى عن الحالات اللي بتقدم او الحاجات اللي بتقدموها للاهالي والمواطنين والانشطه اللي قامت بها الجمعيه قبل كده. يعني احنا برضو وبرضو في نفس الوقت فاتحين المجال برضو للخدمات القانونيه بصفه ان انا محامي يعني، فالناس غير القادرين ايوه استفادوا من حضرتك بقى، يستفادوا قانونيا بقى في حاجات ودلوقتي بدون طبعا اي مقابل يعني في بعض الحالات كمان بندفع لهم الرسوم بتاعت القضايا كمان، تعرف الرسوم عاليه دلوقتي. بالظبط. فبندفع لهم الرسوم طالما هو مش فعلا بيثبت من البحث بتاعه ان هو محتاج، فبنعمله. واحنا عندنا الحقيقه فريق بحث عشان خاطر بحث الحالات اللي تستحق فعلا كويس، ويمكن تيم ورك احنا بنكمله برضو بالاتفاق مع الشؤون الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي على اساس ان احنا يسع اكبر عدد. ويمكن عندنا حوالي 1000 حاله في الجمعيه هنا، ممكن المتفاعلين حوالي 500، لكن احنا عندنا 1000 حاله لسه برضو عايزين برضو يعني خدمات الجمعيه توصل لهم، بس لسه يعني احنا في مرحله الاعداد والتقييم. مرحله الاعداد عشان احنا اصلا كان الجمعيه دي كان في مكان تاني وكان نشاطها محدود، لكن احنا فتحنا النشاط خصوصا في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي، الناس فعلا محتاجه، والعمل الاجتماعي مكمل للعمل الحكومي حاليا في الوقت الحالي. وبعدين المفروض الناس تساعد الناس اللي هم عندهم امكانيات ماديه عاليه انها تساعد عن طريق الجمعيات، خصوصا لما يبقى في جمعيه موثوق فيها انها تتقدم الناس للمساعده طالما في سيستم وبرنامج موضوع. انا شفت حضرتك عاملين حالات، عاملين يعني قاعده بيانات الحالات المحتاجه والاشد احتياجا. شفت حضرتك، انا شفت طلعت عن الحاجات دي وشفت انتوا ما شاء الله ماشيين يعني بطريقه قانونيه، يعني مطمنه حتى للمواطن ومطمنه حتى للوزارات او المتابعين ورا منكم اللي هم يعني بيدوا الحاجه اللي يستحقها فعلا. هو طبعا الواحد عنده منهج علمي، فالواحد بيحاول يطبقه في هذا المكان، بحيث تبقى حتى الناس اللي هي عارفه ان هي بتتبرع للجمعيه او عارفه الفلوس دي بتروح فين بالظبط، التبرعات دي بتروح فين. ايوه بالظبط، سواء كانت تبرعات ماديه ينزل فعلا حالات بحث فعلا. شفت حالات يعني في التيم وورك بتاعكم في ناس متابعه لحالات البحث وبتدرسها كويس عشان خاطر زي ما بيقولوا تدي الحاجه للي يستحقها فعلا. طبعا في مسؤول عن الحالات الاجتماعيه هو اللي بيقوم بيها، وبعدين بناخد عاملين استماره بنملاها وبنتاكد من صحه البيانات، سواء
عن طريق البحث الميداني او البحث من خلال المستندات المقدمه من ايه؟ من المحتاج. كويس. فدي طبعا دي نقطه في غايه الاهميه عشان برضو ما تبقى احنا ندي الحاجه لمستحقها فعلا يعني. بالظبط. ويمكن يعني الواحد بيقعد بنفسه يشوف الحاله هل دي في ظل التحايل اللي بيحصل دلوقتي كل واحد يقول لك انا محتاج انا محتاج بتستفاد من اكتر من جمعيه وبيبقى ايه بنحاول برضو نعرف ان هو بتتواصلوا مع الجامعات الاخرى عشان تعرفوا برضو عدد اللي هنا تعرفوا اذا كان هو مدرك في اكتر من جمعيه ولا لا وتعرفوا. ما عندناش مانع برضو يبقى مدرك في اكتر من جمعيه طالما هو يحتاج. طالما محتاج يعني بس يكون الدعم كميه الدعم يعني يكون تصل له مباشره يعني توصل للمواطن او المحتاج فعلا توصل له مباشره يعني من غير زي ما بيقولوا من غير نقصان زي ما ويمكن احنا عاملين كمان هنا علاج كشف وصرف علاج يوم الجمعه يعني فري واخد بالك من دون اي مقابل. يعني احيانا بيبقى فيه يعني 10 جنيه بتدفع ساعات وساعات مش في كل الاحوال بتدفع يعني احنا من هنا بقى ما تبقاش ايه سنه اللي هو احنا كده كويس قوي. احنا بنقول للساده المشاهدين دلوقتي في جمعيه في شارع 20 ابو امام مسجد الصابرين امام مسجد الصابرين يوم الجمعه كل يوم جمعه فيها كشف مجاني او باجر رمزي جدا للمحتاجين كلهم في جميع التخصصات يعني مش جميع التخصصات اعتقد يعني لا في عظام وفي اطفال وفي بطنه وكمان يعني احيانا برضو بيجي لنا امراض صدريه بنجيب برضو يوم وبياخدوا العلاج ببلاش. وفي تنسيق كمان مع مستشفى الصغر الحقيقه مع الدكتور فتحي صالح وقال لي الحالات اللي هي تستاهل انها تتعمل لها عمليات مجانا ابعتها لي وانا اعملها لك بصفه خاصه. دي نتيجه علاقه خاصه بيني وبين ايه دكتور فتحي. ايوه العلاقات بقى العلاقات يا ست اللواء قديمه بقى العلاقات لازم نستغل متراكمه بقى لازم نستغل العلاقات دي في خدمه الناس طبعا. الله ينور على حضرتك. هل بقى تقول ايه بقى في المستقبل او تعمل ايه في المستقبل لابناء المنطقه او احنا والله بيصل ان احنا مثلا نجيب عربيه اسعاف بصدد ان احنا نجيب ان احنا نعمل دور حضانه بصدد برضو ان احنا نعمل اولا في كمان تحفيظ قران شغال في الجمعيه. عندنا برضو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصه برضو شغال في الجمعيه. عندنا كشوف زي ما قلت لحضرتك في يوم الجمعه على طول في ايام تانية برضو فيها كشوف بس يعني لسه ايه ما ترتبتش ما انتظمتش يعني بس هو العلاج الطبيعي برضو موجود كويس واجر رمزي برضو تمام. يعني الجلسه تقريبا ب 20 جنيه وده يعني حاجه ما فيش جلسه ب 20 جنيه طبيعي والاجهزه موجوده وكل حاجه موجوده ويجي يعمل علاج طبيعي فقط. وبرضو اللي هم برضو ما يقدروش بيقفوا من ايه من ال 20 جنيه. احنا في النهايه وطبعا احنا الحديث ما بس برضو مع حضرتك يعني احنا بقول لحضرتك برضو عاملين برضو عايزين نعمل برضو يعني نعمل اجتماع مع الناس اللي عايزين قروض كويس ومسهل لهم الحصول على القروض بس نعرف المشروع اللي هيعملوا ايه ويبقى تحت رقابه ايه. احنا هنتكلم في الموضوع ده احنا لينا لقاء تاني عشان خاطر احنا لا يسعنا لقاء واحد مع حضرتك لازم لينا لقاء تاني ومتابعه تانية من جمعية مصر للجميع عشان خاطر نعرف برضو نشوفه اللي ما كنا فيه الآن وما سيحدث في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. احنا بنشكرك جزيلا سيادة اللواء وإن شاء الله لنا لقاء تاني عشان خاطر نعرف على أرض الواقع ما وصلتم إليه وما تم عمله في الماضي. شكرا جزيلا. برضه في برضه اضيف لحضرتك برضه ان احنا برضه كنت اتكلمت مع سيد وكيل وزاره التربيه والتعليم وفي هنعمل بروتوكول قريب عشان محو الاميه. لا هنتكلم الحاجات دي ده لها حلقه ثانيه تصبر عليا بقى عشان خاطر احنا نختم الجزئيه دي وهنلنا اللقاء الثاني على البروتوكولات دي مهمه برضه. انا يعني من ناحيه محو الاميه والحياه الثقافيه دي انا يعني مهتم بيها برضه يعني عشان عندنا برضه نسبه التعليم والصحه اهم حاجه نسبه عاليه جدا نسبه عاليه جدا. فاحنا عايزين يبقى في نوع من الوعي والثقافه اللي ايه لدى الجمهور المناطق الشعبيه بالذات بتحتاج لهذا الامر يعني. شكرا جزيلا وبنشكرك سيادة اللواء. ده كان لقاءنا مع سيادة اللواء الدكتور عفيفي كامل مساعد وزير الداخلية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر للجميع والمحامي بالنقد وعضو هيئة التدريس بكليات الحقوق. لنا لقاء آخر وجزء آخر وأكاديميات الشرطة ولنا جزء آخر ولقاء آخر مع الدكتور اللواء عفيفي كامل وحلقة خاصة جدا عن ما تم إنجازه في الماضي إن شاء الله بإذن الله. انتظرونا
ولقاء آخر وبرنامجكم صورة مصرية. شكرا سيادة اللواء، شكرا جزيلا على تواجدك معنا، شكرا جزيلا وعلى الاستضافة الجميلة دي، شكرا جزيلا.